السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اخبار كتير. احلى حاجة ان دلوقتي السوق المصري في العربيات بقى فيه اخبار على طول شغال. كل يوم في هتلاقي جديد ودي حاجة كويسة جدا. يعني خد عندك روكس 01 خلاص اتسعرت. العربية الدبابة دي المدرعة اللي قلنا عليها قبل كده اتسعرت. هي فئتين. اول فئة 7 كراسي دي بسعر 3650، وتاني فئة اللي هي 6 كراسي دي بسعر 3735. طبعا 3 مليون يعني. فطبعا اسعار العربيه دي مش هنتكلم فيها. العربيه دي اصلا مستوى تاني من العربيات، فئه تانيه، قصه تانيه، زي رانج روفر، زي الديفندر، زي الكلام ده كله. ف 3 مليون شويه مش قصه، زي جيب شروكي برضو. ف 3 مليون شويه في العربيه دي لا سعر حلو بالنسبه للعربيه دي، لانها في مستوى تاني بقى من العربيات. غيره توكيل نيسان خلاص قدم نيسان قشقاي الفيس ليفت، وكمان نيسان جوك الفيس ليفت. بالنسبه لنيسان قشقاي فهي نازله بخمس فئات اسعارهم. اول فئه بمليون 499، بعد كده مليون 640، مليون 749، مليون 899، واعلى فئه مليون 929. الفئه الاولى والثانيه والثالثه بيكون فيهم موتور 4 سلندر 1300 سي سي تربو 150 حصان 250 نيوتن مع فتيس سي في تي. ثالث فئه بيكون فيها جنود 19 بوصه وكراسي كهرباء وميموري، فيها شنطه كهرباء، فيها شاشه وسائط 12 بوصه وشاشه سواق 12 بوصه. الفئه الرابعه بتكون بتقنيه الاي باور، محرك كهرباء دفع امامي وكمان محرك بنزين. وهنا تقنيه الاي باور عباره عن ان الموتور البنزين بيشحن المحرك او بيشحن البطاريه. كنا شرحنا تقنيه الاي باور دي قبل كده في اختها الكبيره نيسان اكستريل. لو عايز تعرف اكتر عن التقنيه دي تقدر ترجع للفيديو بتاع نيسان اكستريل. الفئه الخامسه بتكون برضو اي باور بس دفع كلي او فور ويل درايف. بيزيد على الفئه اللي قبلها اللي بيكون فيها كراسي كهرباء وفرش الكانتارا وهيد اب ديسبلاي. اما بالنسبه لنيسان جوك فبتنزل بثلاث فئات اسعارهم مليون 68000، مليون 168000، مليون 218000. تنزل بالموتور 3 سلندر 1000 سي سي تربو 115 حصان 200 نيوتن مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات. بيكون فيها شاشه وسائط 12 بوصه ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشه عدادات 12 بوصه برضو مع شاحن وايرلس، و10 سماعات من نظام بوز، كراسي كهرباء، تكييف اوتو، وفرش جلد. وبيكون في الفئات الاعلى من قماش الكانتارا او القماش القطيفه. العربيتين حلوين. القشقاي والجوك نازلين بامكانيات كويسه. القشقاي نازله بالاي بار حاجه كويسه جدا. بس القصه يا جماعه يعني ان العربيات دي بتنزل بعد كده المعارض بتبقى باوفر برايس عالي زي ما قلنا قبل كده. يعني القشقاي قبل كده وصلت الاوفر برايس عليها ل 400000. وبالمناسبه الجوك يعتبر سعرها في الحاجات دي، سعرها في الفئه دي كويس مش وحش. فيا رب نشوف العربيات دي في المعارض باسعار يعني يعتبر الاسعار بتاعتها. بلاش الاوفر برايس على العربيات دي عشان خاطر لو في اوفر برايس عليها يعتبر مش هتنافس للدرجه. اللي بعده سوزوكي سويفت نزلت خلاص موديل 2025 وعملنا له فيديو امبارح او اول امبارح. القصه بقى هنا الجديده ايه؟ ان هي نزل عليها اوفر برايس في المعرض. يعني دلوقتي في اوفر برايس عليها 35000 او اكتر. فيعني اردم بقى. غيره توكيل داينامكس وكيل عربيه فيات في مصر عمل عرض حلو على عربيه فيات 500 اكس. فيات 500 اكس موديل 2025 نازله بفئه واحده بس بسعر مليون و90000. نزل بالموتور 1400 سي سي تربو 140 حصان مع فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. بيكون فيها كيلس انتري وفرش قماش وشاشه وسائط 7 بوصه ونصف بي وطاره مالتي واي بي اس واي بي دي واي اس بي واربعه ايرباج وستارت وستوب انجن وكاميرا خلفيه. زي ما شفنا مع بعض الاخبار دي كلها. في طبعا اخبار كويسه تمام. السوق المصري بيتحرك، يعني في عربيات جديده بتنزل، في اسعار بتنزل، ودي حاجه كويسه جدا طبعا للسوق وللمستهلك. طبعا احنا اهم حاجه يا جماعه عندنا مصلحه المستهلك، ان حضرتك تبقى قادر تشتري، تبقى حتى قادر تشوف في بدايل، في عندك حركه في السوق، في عربيات بتنزل جديده. ده كمان في تخفيضات على العربيات. يعني تويوتا كورولا حصل عليها تخفيض 100000 من كام يوم. دي حاجه كويسه جدا طبعا. محتاج كمان تقل تاني، بس برضه حاجه كويسه ان انت تشوف يعني خصم على عربيه زي تويوتا كورولا. تويوتا كورولا معروفه بالمبيعات بتاعتها من زمان، بس ممكن يكون عشان اليومين دول المبيعات بتاعتها قليله شويه فعملوا عليها خصم. فطبعا دي حاجه حلوه. نشوف ان شاء الله برضه خصومات على عربيات تانيه كتير. كمان في لسه الايام الجايه في اخبار تانيه. في لسه بروتون ساجا تقفيل المحل هتنزل تقريبا يوم 27/2 اللي احنا فيه ده. ففي اخبار كتيره. الحاجات دي بتصب في مصلحه المستهلك ان هو بيلاقي ان شاء الله بدايل، بيلاقي عربيات قدامه كتير يقدر ايه يختار ما بينهم. النهارده في عربيه باوفر برايس، لا والله مش هجيبها، هشوف اللي بسعر رسمي. تمام. النهارده والله بسعر رسمي بس عاليه عليا ومش عاجباني لا اشوف برضو غيرها. ودي حاجه كويسه جدا. بس كده، لايك وسبسكرايب وشير، وتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.